الموضوع مش ادمي الصراحه. ما هو يا هو هيشتمك مدربه قام جاي قام هفه بيزعق كتير، لازم يكون واخد بطولات. المدرب ده هنا ازيكم 5 حاجات عشان تقدر تختار المدرب المناسب ليك. اول حاجه لازم يكون جسمه ممتاز، يعني لازم المدرب اللي يكون مدربك ده جسمه ما يكونش فيه غلطه. تاني حاجه لازم يكون بيشيل اوزان كتير، ما ينفعش يبقى مدربك وبيجي يمرنك مثلا او تتفرج عليه وهو بيتمرن ويكون بيشيل اوزان خفيفه. تالت حاجة لازم يكون قوي جدا في السوشيال ميديا، ولازم يكون عنده فولورز كتيرة جدا، سواء يوتيوب بقى انستجرام ايا كان الحاجة اللي هو بيشتغل بيها. رابع حاجة لازم يكون بيتكلم بمصطلحات علمية كتير جدا، طول يقول لك مثلا اسم الحركة بالانجلش، لازم على طول يقول لك اسم الحالة اللي انت فيها، يعني مثلا فليكشن ازاي وتعمل اكستنشن ازاي. وخامس حاجة انه لازم يكون بيزعق كتير، يعني لازم على طول يبقى فيه كده دوشه في الجيم كده، واوعى وعاش وشيل وحط كده يعني. ازيكم. طيب طبعا اللي انا قلته ده مش صحيح، هو مش طريقه، بس في ناس كثيره قوي بتاخد بالكلام اللي انا قلته ده. طيب تيجي نمسكهم جزء جزء. اول حاجه لازم يكون المدرب بتاعي يكون جسمه ملوش حل، لازم يكون واخد بطولات، جسمه ضخم جدا. هو كده يبقى هو لاعب. هل معنى ان هو لاعب شاطر ان هو جسمه ضخم، ان هو جسمه متقسم، نسبة الدهون عنده قليلة ونسبة الماسل ماس كبيرة، هل ده معناه ان هو مدرب شاطر؟ لا، مش معناه انه مدرب شاطر. هو راجل شاطر في تمرينه، شاطر في اكله، شاطر في نظام نومه، بيعرف يبني عضل كويس، جيناتيكلي هو كويس راجل. ده مش معناه ان هو مدرب شاطر. ممكن يكون مدرب شاطر وهو لاعب شاطر، بس مش شرط. ممكن يكون حد جسمه مش كويس بس هو مدرب جبار ومخه فظيع ويفهم جسمك بسرعة ويقدر يديك الحاجة اللي انت تقدر تمرنها وتعمل الجسم اللي انت عايزه بسرعة. يعني المدرب ده هنا، لكن ملوش دخل بالعضلات، فما تخلوش الشيب هو اللي يغريكم ويخليكم تروحوا تتمرنوا عند حد يعني احلى جسم. ملوش علاقة، ومش شرط ان انت بتتمرن عند مدرب جسمه تحفة يبقى هو هيوصلك نفس الجسم. انت انسان وهو انسان، ده ملوش علاقة بده. رقم اتنين انه يشيل اوزان كتير. في ناس كتير قوي بتتمنظر بالحته دي، ده انا بتمرن مع مش عارف مين، ده كان بيرفع كام على البنش بريس. ايه يا ابني دخل ده بالتمرين؟ هو الراجل يعني ربنا مديله صحه بيشيل يا عم 300 كيلو، هل ده معناه ان هو هيخليك تشيلهم؟ ايفن حتى لو هو خلاك تشيلهم، هل ده معناه ان هو مدرب قوي او هو هيخليك زيه؟ ملهاش دعوه. كده برضو نفس النقطه اللي في الاول، ان هو راجل بنيانه قوي، هو ويت ليفتر وبيعرف يشيل اوزان، مفيش دعوه بان هو مدرب قوي. دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. تالت حاجه بقى السوشيال ميديا. بتمرن مع فلان الفلاني اللي عنده مليون فولورز على اليوتيوب. هو لو حد شاطر ماركتينج او حد شاطر سوشيال ميديا ممكن يوصل مليون فولور من غير ما يدخل جيم. هو راجل شاطر في الحته دي، عنده الملكه بتاعت ان هو يقف ويتكلم ويشرح والناس تحب تدخل تشوف الفيديوز بتاعته فيعرف يجيب فيوز. عنده ماركتنج سيكشن مثلا عنده في الشركه بتاعته شاطر فبيعرف يجيب فيوز فبيعرف يعلي السبسكرايبرز. ده ايه علاقته بالتدريب؟ ممكن يبقى حد ما عندوش سوشيال ميديا خالص بس مدرب جبار ملوش حل ويحط على الناس كلها، بس عشان هنا دماغه قويه جدا وراجل شاطر وجرب كتير ودرس وفاهم علم والكلام ده كله. فمعنى ان انا قوي سوشيال ميديا دي حاجه مطلوبه جدا طبعا، وكل الناس تتمنى ان هي تبقى قويه سوشيال ميديا، بس مش شرط عشان هو عنده فولورز كتير وان هو بينزل بيفور اند افتر كتير وان هو الكلام ده كله يبقى هو معناه ان هو مدرب شاطر. ممكن يكون مدرب شاطر، ممكن يكون عادي، ملهاش دعوه. دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. رابع حاجه موضوع المصطلحات العلميه اللي بقى يعني بنشوفه مرمي في كل حته دلوقتي. مصطلحات علمية، كلام انجلش، اشكال التمرينات بالانجلش. يعني ممكن يجي لي حد بسيط عادي، يعني حد عادي، حد يا سيدي جبار تقيل وفلوس ونفوذ وايا كان، بس راجل مع يعني لما اتكلمت معاه ما عندوش الانجليش الرهيب، فما ينفعش يكون حد شخص زي ده وهو جاي يتمرن معايا والراجل مختارني بالتحديد واجي اقول له حضرتك هتلعب دمبل كيرل وبعد كده هتخش تشيست فلاي، اوكي، وبعد كده ما هو يا هو هيشتمك ويبقى راجل عنده حق الصراحه، اما هيقول لك اوكي ويروح يعك في اي حاجه عشان ما يطلعش شكله وحش قدامك.
طب وليه يا حبيبي؟ يعني ما تتكلم عادي، تلعب، وبعد ما تلعب تقول له بص حضرتك الحركه دي احنا بنسميها في الجيم مثلا تشيست فلاي، ليه؟ هو ربنا عايز كده، بس يعني احنا بنسميها كده اهو، على الاقل عشان لما تقولها له بعد كده الراجل يجمع ان دي الحركه اسمها كده، او تكلمه بالعربي عادي بنلعب فراشه ولا ايا كان يعني، اي حاجه. بس بقى في كتير قوي الناس بتقعد تتكلم كلام علمي، واصل بص انت لما تحرك القلنا التراي ما بتشتغلش، يا عم ده جاي يتمرن انت يعني ليه الكلمتين اللي خدتهم في التشريح ولا في السكيلتال سيستم تطلعهم على الراجل؟ هو اصلا الراجل هيبص لك بنظرتين، بقول لك يا اما هيديك كلمه هيقول لك يا باشا انت بتكلم مين؟ شايفني عالم؟ يا اما بدل ما يحرج نفسه او يقول لك انا مش فاهم، هو اه يا فندم طبعا هلعب انا تشيست فلاي، هو اصلا مش عارف، ممكن تلاقيه رايح يلعب برجل مثلا في الاخر. والنبي ما نطلعش كلاكعنا على حد يعني. انت شايف الراجل ده دكتور يا عم، هو عايز انت تكلمه كلام علمي بحت، كلمه مفيش مشكله. شايفه انسان عادي طبيعي يعني، انسان طبيعي وجاي يتمرن، ما تعقدوش في عيشته يعني، اتكلم عادي يعني، خليك انسان سوي وخليك طبيعي، وما تطلعش الكام كلمه اللي انت حافظها على الناس عشان تبين له ان انت فاهم. لما الراجل ده يحبك ويجي لك مره واثنين وعشرة ويقعد مكمل معاك تدريب، وتلاقيه واحده واحده كده ابتدى يتغير، هو ده الكلام يعني. من هنا يفهم ان انت راجل فاهم وعرفت تعامله ازاي. بلاش مصطلحات ملهاش لازمه، الله يرضى عليكم. اخر حاجه موضوع الزعيق والحماس الاكستريم والتستوستيرون اللي بيقعد ينطور في كل حته ليه بتزعق؟ يعني ليه اكون انا بمرن حد وجنبي حد عمال بينعر بيمرنه؟ ليه يا حبيبي؟ ايه علاقه ان انت تزعق بان هو يقدر يشيل الوزن؟ ليه؟ يعني ليه بتوجع لنا دماغنا؟ مالهاش دعوه خالص. خليك مدرب، خليك كده تقيل، واعرف ايه اللي بيشجع الانسان اللي قدامك من غير زعيق. الناس بتضرب الناس اللي معاها عشان يعني شغل، انا اسف بس مش بتاع بني ادمين. وكلنا شفنا فيديوز بالشكل ده، ده هو يكون واحد مثلا بيلعب سكواتس وبيشيل وزن تقيل، تلاقي مدربه قام جاي قام هفه وعشان يشيل. ايه متعه التشجيع في ان انت تضرب اللي بيتمرن؟ يعني احنا يعني موضوع مش ادمي الصراحه. فانا كده اتكلمت على البوينتس اللي الناس بتبص لها عشان تدخل سواء اونلاين كوتشنج او كوتشنج عادي او عموما، يعني انا بتكلم في التدريب عموما، ما بتكلمش برضه بودي بيلدينج بس، لا الكلام ده كروسفيت، الكلام ده سباحه، تنس، ايا كان. الناس بتتشد قوي بالشكل المدرب، بتتشد قوي بالسوشيال ميديا بتاعته، بتتشد بالمنظر اكتر ما هي تتشد للعلم وانه يبقى راجل فاهم ودارس والكلام ده كله. لو دخلت على الانستجرام هتلاقي لينك اليوتيوب، يا ريت تدخل على اليوتيوب عشان فيه بتاع مش عارف حاجه و20 سبسكرايبر، بصراحه حاجه يعني تكسف. لو دخلت على التيك توك هتلاقي لينك اليوتيوب، دخلت على اليوتيوب يعني هتدخل هنا هتلاقي هنا، فيعني ايه المشترك هنا يحاول يعمل سبسكرايب هنا عشان الدنيا تمشي. سلام.